السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مره يتابعني انا داليا بقدم لكم محتوى طبخ. النهارده بقى هعمل معاكم فيديو حلو كده وباللون الاحمر كده زي ما انتم شايفين، واللون مبهج. هنعمل مع بعض صلصه طماطم هتسهل معاكي الوقفه في المطبخ، مش تقفي كتير. هتفرزيها وهتطلعي وقت استخدامك بس، وهتكون حلوة قوي معاكي. هتقدري تعملي كمية تكفيكي شهر شهرين، ممكن تقعد اكتر زي ما تحبي. انا النهاردة عملت كمية كده بسيطة. بصراحة لقيت الراجل بيباع ب5 جنيه، قلت فرصة. جبت 6 كيلو على قد ما قدرت اشيل صراحة. وقلت بقى هفرزهم يكفوني شهر كده معايا. شهر رمضان يعني. كل سنة وانتم طيبين. انا جبتها بغسلها وبس بقطعها كده، بعملها 4 فتحات كده، فتحة كده وفتحة كده بتديني 4 زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبكون عندي الحلة بتاعتي نظيفة، بحط فيها، بقطعها كلها الكمية كلها واحطها في الحلة. انا الكمية كلها اخدت منها يعتبر كيلو كده، ما عملتوش لان كان فيها جامدة كتير. فقلت اخد كيلو استخدمه. يعني الصبح انا كنت شاريها ب10 جنيه، الراجل ادهاني ب5 جنيه، فقلت استفاد. يعني كل اللي كان فيها اخضر كنت بشيله واسيبه. دي طبعا بتقعد معاكي في المطبخ، بتحمر بعد كده. بصوا عملت الكمية كلها، اخدت معايا الحلة دي والحلة دي. كان ممكن احطها في حلة واحدة، هي كده كده الكمية بتنزل. بس صراحة انا قلت اعملها ايه في حلتين عشان اعرف اضربها كويس وتبقى ايه معايا كده سهلة. بصوا انا محطتش عليها نقطة مية، 10 دقايق بالظبط ووصلت معايا ايه زي ما انتوا شايفين كده استوت. فانا طفيت عليها. كان ممكن اشتغل فيها على طول واضربها بالهاند بلندر، بس انا سبتها تبرد شويه صراحه، ما كنتش قادره، سبتها لتاني يوم ودخلت نمت. تاني يوم بقى جبتها بالهاند بلندر كده. طبعا اللي ما عندوش هاند بلندر، الخلاط، ومش هتضيفوا عليها اي ميه، هتاخدوا من الميه بتاعتها اللي نزلت منها على الخلاط على طول. شويه بشويه لحد ما تخلصوا كل الكميه. بس صراحه الهاند بلندر بيسهل قوي 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 الموضوع ده في الحله بالظبط، وبضرب بسرعه، ما بياخدش معايا اي وقت خالص، وبتطلع معايا حلوه مفيهاش اي تكتلات. هصفيها بقى. الناس اللي عندهم قولون وكده لازم نصفي الطماطم بتاعتنا. زي ما انتم شايفين فيها بذر وفيها هيطلع منها شوائب كتير قوي هتشوفوها. ما ينفعش ان احنا نسيبها لان دي بتبوظ القولون خالص صراحة يا جماعة، بتوجع المعدة كمان. هصفي بقى زي ما انتم شايفين كده. انا المصفى دي يعني ايه، مش انجزتني يا اخي يعني قوي، بس حلوة يعني. اللي عندهم مصفى كبيرة بيصفوا بسرعة يعني. انا المصفى بتاعتي في الشقة التانية زي ما انتم شايفين. بصوا الكمية اللي طلعت من التفل، لازم نصفيها طبعا عشان تبقى حلوة معانا في الاكل كده. هخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة دي كده وايه. وهقول لكم بقى ايه على التركية اللي انا بعملها دايما في الصلصة عشان تطلع معايا حلوة وحمرة كده وخفيفة على المعدة. حلة بقى على النار وبحط فيها شوية زيت. الزيت ده بيحفظ الطماطم، مهما احتفظتي بيها بيبقى مادة حافظة ليها. ادي الطماطم بتاعتي لونها حلو قوي قوي، بس انا برضو ايه هضيف تركية كده تخلي لونها حلو واكتر. ادي البنجر بتاعي، ممكن اضربه مع الطماطم، بس صراحة ما حبيتش طعمه يبقى ظاهر قوي فحطيته سليم وهشيله. ومعايا معلقة بقى ايه، معلقة سكر عشان تضيع الحموضة بتاعتها. ومعايا معلقة فلفل احمر اللي هو البابريكا، مش المدخنة ولا الحارة، البابريكا العادية اللي هي الفلفل الاحمر يا جماعة. هقلب كده. دي كانت الصلصة لسه ما كنتش يعني كنت صفيت كمان شوية فضفتها زي ما انتم شايفين كده. كمية الصلصة دي كلها من ال6 كيلو أخدت منه يعتبر كيلو، فكده يعتبر 5 كيلو بس.
حبة حلوين يا جماعة، هيكفوكوا فترة حلوة. الناس اللي حابة تعمل كده كل شهر هتكفيها، يعني ايه، بدل توفر معاها وقفة في المطبخ والكلام ده كله. يا ريت بقى اللي هيعمل الصلصة بالطريقة دي يقول لي عجبته ولا لا. يا ريت اللي وصل معايا لحد هنا ينزل بقى يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. الناس اللي بتتابعني على الفيس ما تنسوش تسيبوا لي كومنت حلو كده، وتسيبوا لي لايك يرفع لي الفيديو. خزنوها بقى بالطريقة بتاعتي دي هتعجبكم. هتعملوا الكيس يكون رفيع كده، عشان لو حابين تاخدوا قطعة من الصلصة وترجعوا الباقي في الفريزر تقدروا انكم تاخدوه. عايزين تحطوها في علب، ممكن تحطوها في علب زي ما تحبوا. شوفوا الطريقة اللي تريحكم واعملوها. بس الطريقة دي حلوة قوي، بقدر ان انا اطلع قطع صغيرة من الكيس وارجعه تاني. الكيس معايا بيعمل الكمية اللي انا حباها.